لا 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 كله. تعالى معلش كده ثانية خليها بس. الله يبارك لك. نبدأ بقى من السنة دي الجديد عندنا في الهانس البديل اللي هو بديل ده الجديد السنة دي في هو ده السؤال اللي انا كنت اساله، ان انا بقول انتوا دايما كل سنه ده الجديد عندنا تطوير وتحديث. ده الجديد، والجديد مش عندنا بس، الجديد في باقي المنتجين عندهم كل واحد عامل حاجه جديده السنه دي. فده ميزه المهرجان بقى السنه دي، ان بقى في عندنا تطوير كبير جدا في الموضوع، والاستمراريه في المهرجان، والاستمراريه في الدعم اللي جاي من وزاره الزراعه معنويا وماديا وكل شيء. ده هو السبب الوحيد ان الناس دي تتطور، وان القطاع ده يكبر ان شاء الله. الموضوع بس العسل مش علاجي فقط، لكنه لازم يكون موجود دايما على المائده المصريه ان شاء الله. ده لما تتميز بها تركيا دلوقتي هم ما عندهمش حاجه يتميزوا بيها وده هيوصلنا لصغار النحله اللي هي دلوقتي اذا ما كانتش قادره سابقا ان هي توفر منتج قوي بشكل كبير، النهارده يقدر لانه بقى صناعه محليه. توطين الصناعه عندنا بقى حاجه ده جديد بالنسبه لنا. احنا عندنا اول مصنع لانتاج البوليسترين اللي بنصنع بيه خليه النحل. ده احنا بنعمل خليه النحل من البوليسترين دلوقتي. الخامات اللي احنا بنصنعها يبقى من خلال الاتحاد نقدر نوصلها. هو الاتحاد هي عمل طفره، وحضرتك معانا من الاول خالص. الاتحاد عمل طفره في صناعه النحل في مصر، وعمل طفره في الصادرات المصريه. صحيح، ده حقيقه يعني. وصلنا السنه دي كام طن؟ بالنسبه للعسل، بص احنا عايزين نشوف جهه تدينا البيان الصح. هو البيان الصحيح 3800 بالضبط بالظبط من المجلس التصديري للصناعات الغذائيه. ده رسمي. نعمل ماتيريال جديد مختلف يحمي النحل من البرد او الحر، اللي هو يعتبر مش يواجه التغيرات المناخيه. طبعا هم لا يألوا جهدا ان هم يشوفوا. عندنا مصنع شمع كمان. الحاجه الجديده بيتعمل لها فعلا توطين زي العبوات المنتجات بتاعتها. عندنا ميزه تنافسيه في مصر، ان احنا فعلا السعر مختلف عن باقي القطاعات، فبالتالي عندنا فرصه كبيره جدا لزياده التصدير في مستلزمات الانتاج. احنا فرق كبير جدا. من خلال اتحاد النحالين العرب نقدر بقى ده يكون المنفذ او البوابه اللي من خلالها نقدر نصدر مستلزمات انتاج خلايا عسل النحل للدول الشقيقه يعني. لا مش ليه وبس، والعسل وجميع لا انا بتكلم هنا تحديدا على المستلزمات. 300 مليون دولار دخل وصادرات العسل لهذا العام. بالنسبه للنحل الحي 300 مليون دولار. قسم حوش النحل بيعمل والجماعه بتوع بالنسبه لطرود النحل دول عامل لهم حصر، وبالتالي احنا كنا السنه اللي فاتت 1,200,000. السنه دي زدنا شويه حوالي 1,300,000. لان الاحصاء ده مهم جدا. صح. اتعمل دراسه احنا عايزينها تبقى 100%. كلها من مصر. عايزينها تبقى 100%. 95% ان شاء الله. اتفضل. او النحل من مصر. اتفضل. طبعا السنه دي في جديد عند خبراء النحل اللي هو القطاع الشمعي. عرفنا على الوضع ده حضرتك. هو اللي بيبقى موجود في قلب وريه كده اتفضل.
ده حضرتك بيبقى في الشكل بيبقى موجود طالما في قلب الخليه، ده بينزل في قلب الخليه زي ما هو على وضعه. النحل يموت النحل يموت الشمع ويحط فيه العسل، طبعا بناء عليه النحل بيختم الشمع بعد ما يفضي فيه العسل اصلا، يعني يملي العسل ده مكتوب تمام. مين تقدر تقول بقى لو سالتك انا عن مده صلاحيتها حضرتك اي عسل او اي حاجه جاوبني بس على ده. مده صلاحيتها دي طالما محفوظه في درجه حراره معينه وكل حاجه تمام. المستهلك اللي هياخدها تقعد عنده عادي، ممكن تقعد عنده اكتر من شهرين عادي. اكتر من شهرين ممكن عادي. لازم بقى نقيس عليها. انا عايزك انت لما تكتب عليها تحط عليها وتحدد لما تتفتح تتحفظ ازاي، تتحط فين عشان المستهلك يبقى عارف. تمام وكل حضرتك موجود كله طبعا. طبعا البيانات. لا اللي موجود بس ده سهل عشان دي عينه لسه. تمام. انما احنا عايزين العينه تبقى برضه عليها. تمام. والمنتجات بقيه المنتجات كلها كده نفس الكلام. شكل بيطلع بيه كل حاجه من طبعا توفيق ما شاء الله. دايما هم متطورين. التوفيق ان شاء الله. ده العربيه تطلع لازم صنف واحد. ما عملتوش بقى حسام. مفيش حاجه اسمها تعدد ان انا اشحن كابلات مع شركه شحن. الله يخليك. الجمارك الليبيه على السلوك كل ليبيا ولا لا المشكله في مصر هم كلهم بقى بقينا خلاص عارفينهم اصدقائنا واخواتنا. الله يخليك. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. نقيبنا الغالي توفيق ان شاء الله. الله يخليك. ده حضرتك الله يكرمك. الله يخليك يا رب. احنا برضو الفكره اللي احنا بنقدمها هنا اللي هي الادويه الطبيعيه لامراض النحل، وبننتج العسل اللي مطابق للتصدير انه يكون خالي من المتوفيات المبيدات. انا عايز اقول لك بقى احنا كنا السنه اللي فاتت اتكلمنا عن ان انت عندك مشكله اجرائيه في التسجيل. اجرائيه يعني تمام. خدت خطوات في حلها ولا حلك سر لا لسه؟ لا خدنا خطوات الحمد لله ومشينا فيها. الحمد لله مشينا في خطوات. مشينا في خطوات والحمد لله سجلنا المنتجات للنحل. ان كانت المشكله ان احنا مش عارفين نسجل للنحل، فالحمد لله بدانا وسجلنا الحمد لله. لا 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 الله يكرمك. ده بفضلكم طبعا بفضل الله تعالى. هي المشكله بس اللي احنا بنعرضها برضو ان احنا عندنا مشكله في بعض التصدير ان احنا بنصدر كميات صغيره. ففي بعض الاجراءات اللي بتعوقنا في مسائل التصدير. زي ايه؟ اول حاجه مساله التحليل، ان النهارده بيفرض عليا انا عندي منتج فيه 10 او 12 فيتامين و12 حامض اميني، عشان ان انا اسجلهم وعشان يطلعوا معايا هيصرف عليا مثلا بتاع 100,000 وانا هطلع 10 كيلو. معلش دي نقطة. يعني تاني نقطة هو طبعا متطلبات التصدير دي انت بتبقى كاتب على العبوة تمام. ان ليها محتوى معين. تمام. فيها محتوى معين سواء من الفيتامينز او الامينو اسيدز. تمام. وهو علشان دي تطلع عليها اسم شركتك وعليها اسم مصر لازم يطلع، لازم الجهة المعنية تتأكد من ان الكلام اللي موجود ده مطابق. تمام. هات يا شعبان. لا طبعا الجناح المثال فيه بنكون عايز الجناح. طبعا احنا بنتواصل مع المبادره الرئاسيه للمحافظه شوف حد مدور على اهالينا على درجه من الجوده يا رب الله يبارك فيك. بتاعتنا ومرض الماليه بالاضافه كده احنا على المحاضرات هات انا مالك والندوات العلميه التثقيفيه سواء للمستهلك او للمنتجين داخل مهرجان نحل العسل، بالاضافه للندوات والدورات اللي بنقيمها على مدار العام. كمان احنا بنشرف على مسابقه اختيار افضل نوع من العسل. احنا بننتقي او بنختار انواع العسل واحنا بنكودها وبنتم تحليلها في معاملنا وبعض المعامل الخاصه للشفافيه. تمام. وبالتالي احنا بنعلن اعلى او افضل انواع العسل الموجوده في المهرجانات، ودي بتزود النسبيه بين العرضين عشان يزود من النسبيه او تحسين الجوده بتاعتها، وبالتالي يزود من القيمه التنافسيه. انا ليا رجاء بقى اعلى جوده وبارخص الاسعار. انا
ليا رجاء دلوقتي يا دكتور علي. قسم بحوث النحل قسم بحوث النحل بيشاركنا المهرجان من اول دوره. تمام. الناس بتتعب، هي القائمه على المحاضرات العلميه، لكن احنا لينا رجاء اكبر من كده كمان، عشان احنا طمعانين في كرم وزاره الزراعه وقسم بحوث ان احنا يكون عندنا وحده التحليل موجوده داخل المهرجان، عشان ادي ثقه اكبر كمان للمستهلك وللزائر ان انا اقدر احلل اي نوع عسل موجود في المهرجان. ده كمان هيدي مصداقيه، وهيدي بعد كده ان كل الناس اللي جايه يكون عسلها فائق الجوده، عشان ممكن نحرجه في المهرجان، ممكن نعمل كذا. بس جلب الاجهزه هيبقى صعب شويه. ممكن يبقى في آلية آلية بسيطه للتأكد من مدى مطابقتها. تمام. ويمكن ده تم مؤخرا في احد المعارض الاخرى الخاصه بالمستلزمات الصحيه، اللي كان فيها المستلزمات الخاصه سواء اسمده او محسبات او مبيدات. وكان في تواجد للاجهزه الرقابيه والجهات الرقابيه سواء من داخل وزاره الزراعه او خارجها، وكان لا يسمح بالمشاركه في المعرض الا بعد الشركات. لا، الشركات اللي منتجاتها مسجله، الوضع مختلف شويه. لو الشركات منتجاتها غير مسجله ما تتشاركش. كان بيتم سحب عينات. خليك واخد سكوتر كهرباء ليه تجيب 10 ب 4000؟ فات سكوتر ب 27000 مش احسن؟ عايز ايه؟ 7000. 7000 سكوتر؟ عايز عجله. عايز مش هتصرف مع محمد ابو نصر.